صباح الخير، صباح النور إخواني أخواتي، رحب بكم مرة أخرى في قناة وصفات مطبخ سلمى. اليوم جبت لكم هاد التشيز كيك بمكونات بسيطة ولذة، ما نحكي لكمش إدمان، بدون جبن الماسكربون وبدون جيلاتين. فقط إذا كان عجبكم محتوى القناة لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب وتشغيل الجرس ليصلكم كل جديد. عندي كاس كريم فريش نسبة الدهون فيها أكثر من 35%، وعندي هالكاس الثاني كما راكم تشوفوا فيه ناقص أصبع حليب. سعة الكاس 250 ملي، وعندي 250 غرام شوكولاتة سوداء تكون نسبة الكاكاو فيها 70% باش تنجح لكم الوصفة. ركزوا لي على هذه النقطة. نروحو نحكمو الحليب تاعنا، نحطوه فوق النار حتى من يسخن مليح مليح، ونضيفوه فوق الشوكولاتة تاعنا ونحطوها بجهة حتى من تولي بدرجة حرارة الغرفة. هذه النقطة مهمة تاني باش ما تحبط لكمش بعد لا كريم ديالكم. حطوها بجهة كي تولي بدرجة حرارة المطبخ اللي تكونوا فيه، لتماتيك تكملوا باقي العملية. لهنا جبت 200 غرام من البسكويت، اي بسكويت تحبوه، ما رحيتوش بزاف منه، وزدت له ملعقة كبيرة من الزبدة. قلت لكم ما رحيتوش بزاف باش ما يجينيش من بعد مدكك من تحت، تجي بس تجي لا كريم الفوق هكذا كيما نقولوا زبدة، تجي كريمية شابة، هو من تحت يجي يابس. وضفت له ملعقة من الزبدة، ولا حبيتو تزيدوا له مغرف شوكولاته الطلاء تقدروا تجيب لينا تاني. نديروا له هكا كيما كنتو تشوفوا كامل بكاش مع قاعده، لاي قاعده اللي عندكم، ندخلوه للثلاجه نخليوه حتى من يشد روحو شويه، حوالي هكذاك 5 دقائق 10 دقائق لو نكملوا باقي الخطوات. لهنا جبت لا كريم فريش ديالي، هكا تحبوا ديروها بالبيترا ولا بالخلاط الكهربائي. ما بالخلاط اليدوي تقدروا، بصح تديلكم شويه وقت، تديلكم ماشي شويه وقت، تديلكم وقت. نحكموا نخلطوا لا كريم فريش تاعنا مليح حتى من تطلع وتولي كريميه. هنا جبت زوج علب جبن طبيعي هدايا اللي يتباع في لي سوبيغات القاوح، نضيفوه ونخلطوه ونزيدوا ايضا الشوكولا. من بعد ما كانت بردت ولات بدرجه حراره الغرفه، من بعد نخلطوها، نزيدوا نخلطوا كامل هاد المكونات حتى من يتجانسوا، نكملوا باقي الخطوات. هاي لك الكريمه اللي تحصلنا عليها. نروحوا نجيبوا السركل ديالنا، القطر تاعو 26 سنتيمتر، نسيت باش نقول لكم. ونديروا هكا نسبيو كامل الكريمه تاعنا من الفوق تجي متماسكه نوعا، وندخلوها المجمد. انا دخلتها خليتها حوالي 4 ساعات. ومن بعد لهنايا واش نجيب هنا، ندوب حوالي 80 غرام شوكولاته سوداء و60 ملي حليب او كريم فريش كيما تحبوا نتوما. بيان سور لا كريم فريش راح تجي بنينه خير. نحكموا نوزعوها كامل على السطح. انا لهنا خليتها بردت بزاف مع التشيز كيك تاعي كان بارد، غلبتني شويه. ومن بعد داركت الوضع، حكمت هكا، درت لها من الفوق بطريقه عشوائيه كيما كنت تشوفوا هكايا. قعدت نطلع ونحبط، حصلت على هذا الشكل. ومن بعد نزيدو نخليو هذاك الكاناش يشد لنا شويه ونحيو هكذايا. هي كي درتها بالموس تتخرب لكم شويه، ميلا علينا. من بعد كي تقطع تولي ما تبانش. ومن بعد نبداو نسخنوا فيها، ما نديروش بالشاليمو بالكو، غير بيدينا هكا مع ليكوتي حتى من تخرج من السيركل اللي كانت فيه، نتحصلوا على هاد النتيجه. من بعد لهنايا انا جبت شوكولاته الطلاء، درتها هكا من فوق بطريقه عشوائيه. تزيد لكم بالنا اللي ما عندهمش يقدروا يديروا كاكاو ولا اي كيما تحبوا تخليوها هكاك، مام هكاك تجي مليحه. وفي الاخير هاي لك النتيجه اللي تحصلت عليها. صدقوني ما راش كامل تندموا. عندكم اي مناسبه ولا سهره تجي بزاف بلي يحمر لكم وجهكم. فقط تبعوا الخطوات كما قلت لكم. الا كنتوا لحقتوا هذه المرحله ومازال ما درتوش جام، ما تنساوش ديروا ايضا جام. لحقنا لنهايه الفيديو، نخليكم ان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. نخليكم مع بقيه الفيديو تشوفوا القوام الكريمي اللي تحصلت عليه، وشاهدكم في الجنه والسلام.